في يوم من الأيام واحد كان رايح يسجل أغنية، في جيبه ورقة كلمات لحن في دماغه، بس ما وصلش. الشهرة مش بتيجي دايما في وقتها، وبعض الناس بيروحوا قبل ما يشوفوا حتى وصلوا لفين. وده بالظبط اللي حصل مع رمضان البرنس. تعرف ايه أصعب حاجة في الشهرة؟ في ناس بتعيش عمرها كامل مستنية اللحظة اللي تغير حياتها، وساعات لما اللحظة تيجي هو ما يكونش موجود أصلا اللي يستنى اللحظة دي. رمضان البرنس كان واحد من الناس دي. أنا محمد وده برنامج كوكتيل، خلينا نخش في شريط ذكرياتي ونشوف ايه اللي حصل مع رمضان البرنس. تعالى بقى أقول لك حكاية الراجل اللي مصر كلها كانت بتسمعه من غير ما تعرف أي حاجة عنه. الغريب إن رمضان البرنس مكانش المفروض ينجح أصلا، لا خريج معهد ولا ابن فنان ولا ورا شركة ضخمة، مجرد واحد من الشرابية صوته فاشن شوية بس حقيقي. في مرة محمد الموجي سأل رمضان البرنس أنت خريج معهد موسيقى؟ رمضان قال له لأ. فالموجي سكت كده شوية وقال لي، الموجي بص للناس حواليه وقال طبعا معاه ايه ده، من كتر ما كان صوته حلو وفاهم جدا في الموسيقى. بطلنا هنا مكانش لوحده، حواليه كان في ناس شبهه. جمال البرنس مسؤول البروفات والعزف، طه البرنس اللي بيقبض الفرقة، وهال الدرامر وصاحب عمرو. دول مكانوش مجرد فرقة، لأ دول شلة بفة تحاول تدخل السوق بمزيكا عافية ذوق بدون أي واسطة. التسعينات نجاحك الحقيقي ما كانش عبارة عن فولورز، كنت عشان تعرف الشريط ده ترند ولا لأ كنت هتلاقيه في كل القهاوي، كل الميكروباصات، عند كل الاكشاك السجاير. ساعتها تعرف فعلا الشريط ده ترند. لو سواق ميكروباص واحد شغل الشريط بتاعك خلاص كده انت نجحت. ده بيلف مصر كلها. سنة 96 رمضان البرنس نزل ألبوم ذكريات، والألبوم ما جابش قوي وتقريبا ما حدش اهتم بيه، لحد ما صديقه اتوسط له في الراديو وشغل له أغنية واحدة ارجعي من ألبوم ذكريات. بس الحقيقة إن الأغنية دي عمرها ما كانت عن الرجوع. أما تسمع رمضان وهو بيقول ارجعي أكد إن هي أصلا مش راجعة، ده واحد فاض بيه، وده فعلا اللي وجع الناس. رجع الشتا يدق البيبان، ارجعي. رجع الربيع يكسي العيدان، ارجعي. رمضان تحسه ما كانش بيغني الكلمة، كان متعلق بيه، كأنه بيدور على أي بصيص من الأمل، مع إنه عارف النتيجة النهائية إيه. ولو ركزت في أغانيها هتلاقي تعرف دي حاجة غريبة. مبروك، ما تحاوليش، لقيته راجع، عودي، كلها أغاني عبارة عن شخص بيتكلم لحد مجهول بيسمعه ولا حاسس بيه. هو عبارة عن حب، مش عتاب، هو استسلام للواقع، صياح بمعنى أصح. لو سألتني اشمعنى اخترت الأغنية دي وليه الأغنية دي عايشة لحد دلوقتي، أحب أقول لك أنت محتاج بس تعرف مين غناها بعده. جورج وسوف، أبو وديع بنفسه، وده لوحده كان كفاية يثبت لك إن الأغنية دي عظيمة ويخليها تعيش سنين. رجع الشتا يدق البيبان، ارجعي. حتى بعد موت رمضان البرنس خلينا نتفق بس إن رمضان البرنس ما كانش مجرد مطرب حزين، مش تامر عاشور يعني. الراجل كان محبوب بشكل غريب. كان رمضان البرنس كان عنده طقوس كده قبل أي حفلة، كان ياخد طبق المكرونة يروح لعم جمال الترزي، ياخد البدلة يديله طبق المكرونة يتغدوا مع بعض لقمة حلوة عيش وملح، ويروح لفرح. كان في مرة بنت يتيمة بتحلم إن رمضان البرنس بس يغني فرح، طبعا الكلام ده بيبقى بدون مقابل، بس هو فعلا ما كسفهاش وراح لها ليلة فرحها وقرر يغني لها. البنت ما صدقتش، شافته سابت العريس قالت له مع السلامة انت بقى، وجريت على رمضان البرنس حضنته. رمضان ولا توتر ولا حرجة، بالعكس طلع 1000 جنيه من جيبه ونقطها الفرحة. 1000 جنيه في التسعينات ده مش مبلغ قليل. طيرت من ورا يا حلوة، ده انت صغيرة. لعب الهوى هي الهوى، لعب الهوى هي الهوى، وتعبت جري ومشوارة وراك يا صغيرة. آخر عيد ميلاد لرمضان البرنس في حياته مطربين مصر كلها راحته، عدوية، شفيقة، وعد ياما بقى، مش عشان مجرد نجم كبير بس عشان كان شخص يستاهل. ولو ما تعرفش رمضان البرنس كان حافظ القرآن وعارف أحكام التجويد كمان، ودي مش تفصيلة، دي جزء من شخصيته. خلينا أكشف لك عن جزء في شخصية رمضان البرنس. ده علاقته بكرة القدم. لما كسبنا كأس أفريقيا في 98 هل سرحان عملت حلقة واستضافت
رموز المنتخب كان معاهم كابتن حسام حسن مدير المنتخب الفني دلوقتي، وقرروا يستضيفوا رمضان البرنس إن هو اللي يحيي الحفلة ويحتفل بالمنتخب. منولك مليون نصر تعيش يا مصر. لغاية كمان إن كان أهلاوي صميم لحتى يوم اعتزال الخطيب قعد يعيط بحرقة. بس كل ده مش غريب، رمضان البرنس قبل ما يموت بسنة اشترى مدفن جديد، ودايما كان بيوصي التربي أو حارس المقابر إن هو دايما يهتم بيه وينضفه، وكان بيقول له بالحرف الواحد مش يمكن أنا أبقى أول واحد أجي. فده تحسه واحد حاسس بنهايته قربت. آخر أوردر رمضان البرنس كان في حلوان. اليوم ده كان غريب جدا، الفرقة كانت بتعمل غلطات كتيرة وحاجات كتيرة مش محسوبة، وهو كان متضايق وقال لهم لازم تتدربوا أكتر وتعملوا بروفات أكتر. وغير كل ده يعني غلطات كتيرة أهو شايفين كل حاجة غلط، لأ بالعكس اداهم الأجر ضعف، تكون متضايق والناس غلطانة في حقك وبرضه تكرمها. سنة 98 رمضان البرنس قرر يسافر راس البر مع مراته وأولاده وصديق عمره والشغالة، وفي جيبه كان كلمات أغنية غروب كان لسه رايح راس البر عشان يلحنها، بس الأغنية دي ملحقتش تشوف النور بصوت رمضان البرنس. وهنا مرة واحدة الكاوتش فرقع والعربية وقعت في الترعة، وهاني صديق عمره بس هو اللي عرف ينجو، مع العلم اللي محدش فيهم بيعرف يعوم. بس أغنية الغروب ما غرقتش مع رمضان البرنس. بعد وفاة رمضان البرنس وانتشار الجثة لقوا الأغنية والكلمات في جيبه، صديق عمره محمد السويسي خدها وغناها وأهداها ليه، يحس إن هو مات وكان لسه عنده حاجة عايز يقولها. الغريب إن رمضان البرنس هو أشهر بكتير دلوقتي أكتر ما كان عايش، ويمكن دي الحاجة القاسية على الفرق، إن في فعلا بعض الأصوات لازم يختفوا، وبعد ما يختفوا بسنين وعقود الناس تبدأ تسمعها وتحبها من غير ما تعرفها ولا تعشرها. في ناس لما بتسمع رجاية تحس إنك بتكلم حاجة مستحيل ترجع،